في يوم من الأيام كان في شاب اسمه أحمد. أحمد كان شاب طموح. أحمد كان عنده أحلام كبيرة عايز يحققها، وكان عايز ينجح في شغله ويبني مستقبله. ولكن كان عنده عادة واحدة مش قادر يتخلى عنها: السجاير. كان بيقول لنفسه على طول هي بس بتخليني أركز أكتر أو بتساعدني أريح أعصابي. ومرة يقول يا عم أنا مش مدمن، أقدر أبطل في أي وقت. ولكن الحقيقة ظهرت في يوم لما أحمد صحي من النوم الصبح وفجأة لقى نفسه بيكح بشدة ومش قادر ياخد نفسه. ووقتها قرر يروح للدكتور، وكانت الصدمة: الدكتور قال له جسمك متأثر جدا بالسموم، ولو فضلت ماشي كده حياتك ممكن تتغير للأسوأ قريب جدا. أحمد خرج من عند الدكتور وهو مرعوب جدا، وسأل نفسه سؤال واحد: إن إزاي حاجة صغيرة زي السجاير دي قدرت تسيطر عليا بالشكل ده؟ ودي قصة كل واحد بيدخن وشايف إن النيكوتين هو الحل الوحيد لضغوطاته. هو مش مدرك إن ده هيبقى السبب الرئيسي للمعاناة اللي هيعيشها في حياته كلها. بس خلينا نبص حوالينا كده، كم مرة سمعت كلام زي يا عم والله أنا عايز أبطل أشربها بس خلاص بقى اتعودت عليها. وبعدين إيه يعني يا عم، ما كل الناس بتشربها، وأهي أي حاجة نطلع فيها زهقنا وخلاص. ودي أكتر جمل بنسمعها من أي حد بيشرب سجاير. بس هل فعلا هم متعودين؟ طب هل فعلا هي بتطلع الزهق ده؟ وده اللي هنعرفه في الحلقة النهاردة. النيكوتين أغلب اللي بيشربوا سجاير بيكونوا فاكرين إن هو نفس داخل ونفس خارج، بس الحقيقة لأ، الموضوع أكبر من كده بكتير. الحقيقة إنه مع دخول أول نفس من النيكوتين بيدخل على الرئة، ومنها بيخش على الدم، ومجرد بس ما يوصل للمخ بيبدأ يحفز إفراز الدوبامين. الدوبامين هو هرمون المسؤول عن السعادة. خليني أوصف لك وصف بسيط شوية. بس النيكوتين عامل زي الزرار السريع المؤقت، زرار بيوهم جسمك بالسعادة لمدة صغيرة، وعلشان كده جسمك بيطلب كل شوية سجاير علشان بس يحس بنفس الإحساس المؤقت. طب إيه يعني يا عم، ما أحس بالسعادة المؤقتة، إيه المشكلة يعني؟ إحنا لو اتكلمنا عن أضرار النفس ده، من تأثيره على الجهاز العصبي والجهاز التنفسي والقلب، ده غير طبعا تأثيره على الحوامل. مشاكل لو فضلنا نتكلم عنها من هنا لبكرة مش هتكفي، حاجات ما ينفعش تضحي بيها في مقابل نفس وسعادة كام دقيقة بس. أنا عايز أبطل سجاير. بص يا صديقي، لازم تبقى عارف إن الموضوع مش سهل أبدا، بس لو أنت عايز هيحصل. خد قرار، خد قرار وابدأ املى وقت فراغك، وابدأ دخل في يومك مصدر طبيعي تكسب منه سعادة طبيعية، زي لعب الكورة أو أي رياضة أنت بتحبها. وممكن تستعين بحاجة زي بدائل النيكوتين. أهم حاجة لازم انوي وابدأ، مش من بكرة لأ، ولا النهاردة، ابدأ من اللحظة دي.